تربي قطه. ده ضايقت دكتور مجدي دلوقتي. جبت له حساسيه دلوقتي يا دكتور. انا بوجه حديثي للمرضى اللي هم بيتشبثوا بكلمه قطه او مش قادر يسيطر عليها، او يقول لك حطها في الصوت، طب احطها في الجنينه وانزل لها. الحاجه الثانيه احنا لازم برضه ناكد ان الحساسيات بتزيد بالليل، خاصه الفتره دي كلها بتزيد بالليل لازم اخلي بالي. اللي بيكح بالليل، اللي مش قادر ياخد نفسه بالليل، اللي مش قادر يتنفس ويبتدي يخرج بره في الشقه ويروح المستشفيات، وهتلاقي كل بتوع الحساسيه يجوا لنا بالليل في العيادات الخارجيه من فتره الفجر عشان عده اسباب. اول شيء درجه الحراره بتقل بالليل. اما درجه الحراره بتقل بالليل الشعب اللي عندي الهوائيه اللي هي المواسير اللي بتدخل الهواء بتزيد. نمره واحد. نمره اثنين، الكيمياء الدم بتاعتي، الكيمياء الدم هرمونات بتاعتي بتتغير بالليل فبتقل، فبعد كده برضو الشعب بتميل للضيق. الحاجه الثانيه اما ادخل بقى اوضه بتاعتي، اوضه انا قافلها طول النهار وما شافتش الشمس وما شافتش